بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي استخدم الماكرو في البحث في الاكسل. تعالوا مع بعض نشوف المثال اللي معانا، بفرض ان انت عندك طبعا داتا بس تكون طبعا اكتر من كده بكتير، واحنا بس بنشرح مثال معين، وانت كل فترة بتبحث عن معاملات كل عميل. فبتحتاج ان انت تشوف مثلا عندك العميل احمد ممدوح منفذ اكتر من مرة بتاريخ مختلف. فبتبقى محتاج تعمل فلتر وتبين حجم معاملاته قد ايه او معاملاته خلال السنة قد ايه. فبتضطر تبحث عنه او بتعمل فلتر وبتختار. فاحنا هنا هنستخدم الماكرو في طريقة البحث بطريقة ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة. اول خطوة بس احنا مع بعض كده هناخد الجدول اللي هو الشيت الرئيسي بتاعنا دوت، هناخد اول صف والتاني صف اللي هو الهيدر، وهنعمل كوبي واروح على شيت تاني كده فاضي، وهاجي هنا كده مثلا واعمل بيست، واخد الصف ده كده، وهعمل كوبي، وهعمل هنا بيست بالشكل دوت. وبعد كده همسح الخانة دي، وهبدأ اعمل اسجل الماكرو بتاعي. هدخل على قائمة ديفيلوبر، تمام، وكنا شرحنا قبل كده قائمة ديفيلوبر بنجيبها منين، بس هنشرحها تاني. هنقول ندخل كده كاستمايز ذا ريبون. بتشوف هنا كده بتلاقي علامة ديفيلوبر دي مش عليها علامة صح، هتعمل عليها علامة صح وهتعمل اوكي. هتظهر لك الادوات بتاعة قائمة ديفيلوبر. في هنا في الحاجات الخاصة بالماكرو في حاجة اسمها ريكورد ماكرو. هنا هبدأ اسجل الماكرو اللي انا هعمله. هبدأ ادوس اوكي. هيقول لي انت عايز تسجل ماكرو رقم كام، فاقول له ماكرو رقم واحد رقم اتنين اوكي، او اسميه اي اسم انا عايزه، تمام، وادوس اوكي. بعد كده هروح على قائمة داتا، وادخل على ادفانسد فلتر، ادوس اوكي. اول حاجة بيقول لي الليست رينج اللي انت بتستمد منه الداتا ايه، اللي هو الرئيسي. اروح عامل محدد على الرينج بتاعي كله كده، او مثلا لحد هنا كده. كرياتيريا رينج اللي انا يعني هستعلم بيها، اللي هو ده برضو. طيب، في هنا حاجة اللي هي فلتر ذا ليست، وفي كوبي تو انذر لوكيشن. انا هختار كوبي تو انذر لوكيشن لان انا هختار اللوكيشن اللي هو هيظهر لي فيه نتيجة البحث في الجدول ده. فاختار اول صف وهدوس اوكي. اول ما هدوس اوكي ان شاء الله يعني هيظهر لي الداتا اللي انا كنت ببحث عنها في الشيت الرئيسي. هدوس اوكي، ظهر لي بالظبط الشاشة كلها، تمام. بس هعمل هنا حاجة تاني، هعمل مثلا بس كده انا هقفل خلاص انا كده الماكرو بتاعي خلص. اروح اعمل حاجة اسمها ستوب ماكرو، تمام كده. هاجي انا على اسم العميل. طبعا انا عامل شيت للبيانات، هاخد منها او هعمل كل ما ابحث مش هكتب بالاسم. فانا هعمل حاجة اسمها داتا فاليديشن ليست. اروح اختار هنا ليست كده، واروح رايح على شيت البيانات. اعلم هنا كده الاول بيانات مثلا، هختار دول، وكل ما ازود اسم هنا بقى بزود هنا، تمام. وباجي كده فاضل حاجة بسيطة بس ان انا اعمل شكل او زرار او بحيث ان انا ادوس عليه يعمل لي البحث اوتوماتيك. فاروح على قائمة ديفيلوبر تاني، في حاجة اسمها انسيرت هنا كده، اختار كومبو بوكس كده. هيطلع لي الماكرو بيقول لي انت عايز تربط الزرار دوت بايه، فهقول له هربط بماكرو 2 اللي هو الماكرو بتاعنا. وهعدل الاسم، خليه بحث، واقفل البتاع كده، واروح جاي اختار الاسم اللي انا عايزه، اختار محمد احمد ممدوح وادوس بحث. ظهر لي الاعمال او النتائج. محمد احمد ممدوح في واحد في 2/1 نفذ كذا، وفي 5/1 وفي 18/1
وفي 11 واحد لو اخترت احمد عمرو الجرحي هيظهر لي ان هو نفذ خلال الفترة ديت. مؤمن نفس الطريقة دي. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.